قال لي: يا مجنونة هتعزمي البحر كله؟ قلت له: ايوه، وهعزمهم على اكلة الوحوش، اكتر اكلة انا بحبها. صلوا على النبي وحط لايك للفيديو، يلا نقول بسم الله. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا توابل جايباها معايا من البيت. التوابل دي مشكلة، يعني فلفل اسود على بابريكا على توم باودر، حطيت كمان شوية بصل باودر وشوية ملح وعجنتهم مع بعض كده. بعدين بقى اكورهم كور صغيرة كده. بصوا كل الادوات اللي انا بستخدمها دي انا جايباها معايا من البيت، يعني حتى اللحمه والاكل اللي هستخدمه انا جايباه معايا من البيت، والاطباق دي كمان جايباها معايا من البيت. ما شاء الله الشقه على فكره فيها مواعين وكل حاجه، بس انا مش بعرف استخدم مواعين مش بتاعتي. يعني حتى لو نضيفه وزي الفل ما شاء الله ما فيش اي مشكله، بس انا ما بعرفش استخدم ابدا، حتى المعالق والسكاكين مش هقدر بجد. فجبت كده السجق قطعته، برضو بقطع كل واحدة قطعتين كده. وكده معايا الكفتة والسجق. هنا كنت جايبة معايا الصينية الكبيرة دي علشان انا كنت مرتبة ان انا هعمل سمين من وانا في البيت. جايبة بقى الصينية الكبيرة دي، حطيت فيها معلقتين سمنة بلدي. وهنا اللي فاتني بقى ونسيت اجيبه وهو الدهون. يعني كنت عايزة اجيب معايا قطعة ليا، قطعة صنم، بس بصراحة نسيت. فحطيت بقى الاول معلقتين سمنة بلدي، نزلت بقى بالكفتة بتاعتي واديها تشويح يا فوزية. وهنا كنت عايزة أقول الجملي هو أملي. أول بقى ما الكفتة ما تتصدم كده وتاخد صدمة بس من الجنبين، خلاص هركنها كده على جنب، وأبدأ أنزل بالسجق. بصوا بقى، أنا البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده، البوتاجاز النار في النص بس، لكن في الجوانب النار مش حامية قوي أو الصينية مش سخنة قوي. شوحت السجق تشويحة محترمة، وركنته هو كمان جنب أخته. معايا بقى هنا دي كبدة بلدي، عليها كلاوي وعليها قلب. كبدة بلدي ما بتتغسلش زي ما اتفقنا وعارفين، انا مش بغسل الكبدة البلدي ابدا ولا الجملي. حطيتها بقى كده وسبتها برضو تاخد صدمة. برضو بعد ما تتشوح كده هركنها جنب اخواتها. حطيت شوية من التوابل بتاعتي المشكلة، وهقلبها تقلبتين، وشوية ملح كمان. وكده ايه، نركنها بقى على جنب كده مع حبايبها. بس اتأكدوا ان هي اتشوحت حلو قوي على الجنبين. عاوزه اقول لكم الاكله دي انا بحبها جدا، بموت فيها، بالذات بقى لو كان فيها شويه ليا بقى وصنم وحاجات. مش قادره اوصف لكم بصراحه. عشان كده لما حبيت اطلع حاجه او ان انا اعمل حاجه يعني كده واوزعها، تكون حاجه انا بحبها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنا بقى خلاص بعد ما شوحت كل اللحوم اللي معايا، حطيت بقى شويه توم مفروم، ودي كده كزبره. عايزه اقول لكم انا جايباها مربوطه في الكيس كده عشان اعمل بيها ملوخيه. حطيت شويه من التوابل، حته سمنه، والتوم ده كمان انا جايباه معايا من البيت. شوحت بقى كده تشويحه محترمه، وهنا بقى شموا الروايح بقى، يا لهوي على الريحه، خطيره يا فوزيه. قولوا لي مين فيكم بتحب تطبخ وهي في المصيف زي حالاتي؟ انا مزاج عندي يا جماعه اطبخ واعمل اكل وانا في المصيف، وبحب ابتكر كده واعمل حركات. شوحت بقى التومة تشويحة محترمة كده، هنزل بقى عليها بالبصل. البصل بقى والفلفل والحاجات دي انا شاريها، وطماطم، يعني اتسوقت يوم ما روحت المصيف. لكن واخدة حاجات اساسية. يعني هي راس توم، كنت محتاجة راس توم، فقلت بدل ما اروح اشتري مثلا كيلو توم علشان اخد راس، فخدت معايا راس واحدة. اللحوم جبتها معايا من البيت، لاني بصراحة ما اضمنش اي جزار، فبحب اجيب حاجتي من جزار معين انا بتعامل معاه. شوح شوح بقى، صبح صبح يا عم الحاج. العمارة كلها اتقلبت من الريحة ما شاء الله. نزلت بقى بالفلفل الألوان والفلفل الحامي، وقلب يا ست الكل. بعد بقى ما شوحنا كله مع بعضه وقلبناه تقليبة محترمة، لازم نغطيه. طبعا ما عنديش بقى غطا يكفي الصينية دي، فجبت الصاج. الصاج ده جايباه علشان اعمل فيه وصفة برضو، بس مش هتعرفوها دلوقتي. المهم بقى هنجيب الطحينة. حطيت بقى الطحينة في علبة كده، حطيت عليها شوية من التوابل، شوية من الملح، وعصير ليمون. حطيتي لايك ولا لسه يا فوزية؟ بعدين بقى هنزل بقى بالمية المغلية واقلب، وبكده تكون جاهزة معايا الطحينة. الطحينة دي انا جايباها معايا من البيت، برضو جايباها معايا من البيت، مش شارياها ولا اي حاجة. الطحينة اللي احنا عاملينها مع بعض، القمر العسل دي. حلو قوي الكلام ده وزي الفل. وكده بقى احنا خلاص جاهزين، نحضر بقى العيش بتاعنا، نحضر السندوتشات، ويلا بينا كده واحنا شغالين نقول الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد،
ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي، أنا عايزة أقول لكم إن أنتوا سر سعادتي في الدنيا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. حبيت أشارككم الفيديو ده، وقولوا لي لو عجبكم أشارككم بقية أكلات اللي عاملها في المصيف. بحبكم في الله، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. وده كده كان فيو الشقة بالليل. استنوا بقى وقولوا لي لو عاوزين أصور لكم فيو الشقة بالنهار، قولوا لي وأنا أعمل لكم فيديو كمان بالنهار. بحبكم في الله، كانت معاكم حورية. استنوني فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.